ممكن يستغلها النادي الاهلي. حسام غالي مكمل الناحيه الثانيه، مؤمن عدى في مساحه يقدر يستلم وعنده مساحه ينطلق فيها، عامل 30 يارده كده سبرنت كويس قوي مؤمن زكريا. احمد فتحي بعرض الملعب، اللمسه الواحده، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، يا سلام يا حسام يا غالي، يا حسام يا غالي. حلوه التمريره من احمد فتحي وحلوه من حسام غالي، وبينهي الهجمه مؤمن زكريا وبيجيب جول رائع 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 للنادي الاهلي في الدقيقه 60. حلوه حلوه حلوه، هفضل اقول للصبح هايل حسام غالي، تمريره ولا اروع من كده. وتالق مؤمن زكريا الاستلام رغم قوه الكره كانت جامده جدا، استلامها كويس قوي وحطها بالقدم اليسرى على شمال محمد فتحي عشان يبقى الهدف الثاني لمصلحه النادي الاهلي في الدقيقه 60 او في الدقيقه 15 من بدايه الشوط الثاني. حسام غالي هو صاحب الهدف. وجهه نظري الشخصيه لو اتعادت مره ثانيه، تمريره قويه جدا وعنده رؤيه واضحه تماما. حسام غالي الفنان او صانع الالعاب في النادي الاهلي اللي بيبصم على كل كوره في النادي الاهلي. وادي شريف اكرامي كمان سعيد طبعا بالهدف. شريف اكرامي بادي بدايه طيبه، لكن تمريره ايه؟ تمريره بلسم زي ما بيقولوا. ادي هنا مؤمن زكريا في الزاويه الضيقه، اعتقد محمد فتحي انها تتلعب في الزاويه البعيده، لكن بيخدع الكل مؤمن زكريا وحطها في الزاويه الضيقه. اي حد في المكان ده يقول لك احطها ببطن رجلي الشمال في الزاويه البعيده، لكن حطها في الزاويه الضيقه على شمال محمد فتحي عشان يبقى الهدف الثاني والمباراه هتحلو. ولسه المباراه فيها جوال،